حبايب قلب الجمال، وإذا عرف السبب بطل العجب. هو ليه عايز يخلص من إيران؟ ليه عايز يخلص من إيران؟ حد فاهم حاجة؟ حد عارف هو عايز يخلص من إيران ليه الأول؟ إذا عرفت السبب صدقني هتبقى فارس وبني سلمان. هتبقى فارس لو عرفت هو عايز يقضي على إيران ليه الأول. هو 4 دول عايز يقضي عليهم الأول: إيران، اليمن، تركيا، مصر. ومصر دي اللي عايز يحل بيها في الآخر لما ما يهدي على كل القوة. مصر بقى مفيش حد بقى يجي معاها ولا بتاع، يقوم متسلي بيها. إنما ده طبعا ده حلم إبليس في الجنة، ولكن احنا عايزين نعرف ايه هو السبب بقى. السبب يا سيادي يا أفاضل الإخوة العرب المحترمين، هو عنده مشروع اسمه إسرائيل الكبرى، داخل فيها السعودية، داخل فيها الكويت، داخل فيها العراق، طبعا مصر طبعا وسوريا ولبنان والقصة دي، المحيط ده كله. طب هو بيخلص من إيران الأول ليه؟ عشان ما تدافعش عن العرب، لأن إيران دولة قوية وشعب كبير يعني قد العرب كلهم، وبالتالي بيخاف منه، فعايز يقضي عليه الأول. بعد كده يقوم داخل مخلص على الحوثي في اليمن، هوب يقوم داخل على تركيا. كل اللي القوة اللي ممكن تحامي عن العرب هو بيخلص عليها الأول، وبعد كده يجي بقى لمصر اللي هو احنا يعني بنقول حلم إبليس في الجنة. دي مخططات. طيب انت بقى مخك شغال فاهم هو بيعمل ايه، ولا انت بس لا انا مش عايز انا مش عايز ايران، انا عايز اسرائيل؟ شكلك عايز تقعد في حضنهم، شكلكوا عايزين تقعدوا في حضنهم وتبقوا ضمن المجموعة الكبرى اللي هم بيعملوها. ناخد فنجان قهوة، شفطة قهوة بس عشان نمخمخ ونعرف نفكر. خد معايا فنجان قهوة كده، يلا. الله الله. يبقى المفروض نقف مع مين؟ المفروض نقف مع مين ونعمل عصبة مع مين؟ مع إيران، ومع اليمن، ومع تركيا، ومع مصر. ده اللي المفروض يحصل. هنا حلمه ينتهي، ينقضي عليه. إنما هو شغال واشتغل عليكم من زمان. فرق تسد. فرق فرق تسد. هو بيسودكوا، خدوا بالكوا، العدو اللدود بيسودكوا. خد بالك من الكلام وحافظ على إيران. تحياتي لكل الناس اللي بتفهم.